الحمد لله. انا بحب لؤلؤ قوي. وعملتيه مش بمزاج، ايوه بحرفنه ومزاج، ويعني لدرجه ان احنا كنا مفتكرين والله انا كنت فرقه مطربه. ايوه ايوه ايوه، ما هي دي، لان أنا بعمل دور مطربه، فلازم لما تيجي تتفرج تصدق فعلا ان اللي قدامك دي فعلا هي مطربه وهي اللي بتغني وكده. بحسك من الناس اللي بيبقى عليها ضغوط كبيره قوي. النجاح ليه ضريبه، الشهره ليها ضريبه. الضغوط من كله باصص لمي عمر، كله مركز مع مي عمر. يا جماعه طب ما هي ناجحه في شغلها، طب ما تيجي نحاسبها على شغلها بس. ليه بنقعد نخش في حاجات فرعيه واصل يعني؟ قصدك على مين؟ لا، الضغوط اللي بتعريكي من السوشيال ميديا. والله لا، هي مش ضغوط يعني، بالعكس انا مبسوطه جدا بنجاح الحاجات اللي عملتها، وبالعكس يعني مفيش ضغوط من الجمهور، بل بالعكس. انا قصدي ضغوط من بعض المأجورين يعني اللي يقعد يقول لك يا عم ده طبيعي، ده طبيعي وبيحصل لكل الناس وحاجه عاديه جدا. المهم انت تركز في شغلك وتقدم حاجه كويسه. عاجبني الثقة اللي انت ما بتبصيش لأي، لا انت بتبصي للنجاح والتألق ما وبس. ينفعش لو بصيت للحاجات اللي هتعطلك هتفضل في مكان واحد وهتتعطل. لازم دايما تبص ان انت تقدم حاجه احسن. في الاخر الهدف الاول والاخير انك تقدم اعمال جيده جمهور يتبسط بيها.